وتغطية القائم الأيسر لمرماه. كيف سيكون حال تنفيذ هذه الكرة من جانب الاتحاد؟ يغير الاتحاد أحيانا، طبعا يبدل ويغير في الطريقة. مزيان يتمكن من الوصول إلى شباك الحارس لتيم بكرة ثابتة بخطأ ملعوب كما ينبغي. قلت التنويع في اللعب مثل ما حدث في هذه الكرة، وتهتز مدرجات ملعب نيلسون مانديلا الخاصة بأنصار الاتحاد. الفرحة لأنصار الاتحاد بهذا الهدف الذي سجله بالقاسمي في الدقيقة 40 بكرة ملعوبة كما ينبغي أن تكون. شاهدوا المتابعة دون ترويض، المتابعة بلقطة ولمسة واحدة. بالقاسمي يسجل في مرمى التيم، 1-0 للاتحاد أمام المولودية بداية من الدقيقة 40. ها هي بالقاسمي يتابع في زاوية صعبة للحارس لتيم، ليس بإمكانه أن يفعل أي شيء لأنه جاء من القائم الأيمن بحثا عن تغطية القائم الأيسر، ولكن الكرة كانت فيها فكر وكان فيها ذكاء من جانب تفوق لحميدي بالعيد صاحب الارتقاء الجيد. خرج الكرة مزيان بالقاسمي، انتظر الوصيف بعد العمق. هيلبا المحاولة ومزيان بسرعته من هناك غير مباشرة لتومي سانغ، حاول البحث عن القائمة الثانية. لوسيف يتمكن من الوصول إلى الشباك برأسية ممتازة بكرة ملعوبة. سنشاهد كيف بدأت وكيف انتهت في شباك الحارس لتيم أمام الدفاع المولودية الذي كان تقريبا ضائع أو يبحث عن الكرة أو مرتبك في كرة صعبة في الدقيقة 63 من زمن المباراة. فرحة أنصار الاتحاد مرة أخرى بالهدف الذي سجله الدوري الوصيف بهذه الطريقة. تومي سانغ البحث عن القائمة الثاني، المتابعة مباشرة بالرأس بقوة، يسكن الكرة في الشباك في الزاوية أو في سقف مرمى الحارس لتيم، ليس بإمكانه أن يفعل أي شيء، ولكن تومي سانغ بحث عن القائمة الثاني كما ينبغي أن يكون المتابعة وبالرأس. لوسيف يتعامل مع الكرة بطريقة ممتازة وفي سقف المرمى يضيف الهدف الثاني لمصلحة الاتحاد. فرحة المدرب عبد الحق بن شيخة بالهدف الثاني.